إزاي بنعمل career shift بشكل كويس والّا ليه محتاجين نعمل career shift؟ يعني إيه السؤال اللي قبل إيه؟ هل أنا في الأول باحتاج ده فبادوّر إزاي أعمل تغيير للcareer بتاعي بشكل أحسن والّا أنا أصلًا باحتاج أعرف إزاي أعمل ده علشان أعمله؟ يعني الفرق ده دايمًا كان بيشغلني، لإن أنا واحد عملت career shift كتير في حياتي، كتير يعني بعض أصدقائي كده بيقولوا لي: "أنت ممكن تعمل دكتوراه في الموضوع ده." فلمّا بافكّر فيه باشوف هل أنا كنت باعمل ده عن عمد لإن أنا باعرف أعمله والّا أنا كنت بابقى محتاج أعمل career shift فباعمل ده أو بادوّر إزاي أعمله. الحقيقة لمّا بافكّر في الموضوع بعد 17 سَنة أو خدمة في ثانوي على رأي عادل إمام، بالاقي إن لأ، هي موضوع فيه جزء ممارسة، جزء مرتبط بالجرأة، إن أنت مش خايف، لإن أكتر حاجة في الموضوع ده مقلقة إن هل أنا لمّا أسيب الcareer اللي أنا فيه وأبدأ career جديد، هاقدر أحقق فيه حاجة، هاقدر أأمِّن منه مصدر دخل مفترض يبقى أحسن من اللي أنا فيه، مع إن مش دايمًا إحنا بنعمل ده علشان دخل أفضل، أوقات بنعمله عشان شغف وحُب للمجال التاني، بس يعني أظن بشكل عام إن أغلبنا بيدوّر على دخل أفضل. فكان دايمًا السؤال ده موجود، هل أنا بقيت أعمل ده علشان أنا عارف إزاي أعمله والّا علشان أنا محتاج أعمله فدوّرت إزاي أعمله، البيضة والّا الفرخة؟ وفعليًا ما بقتش فارقة معايا كتير، يعني أنا الموضوع بقى يحصل معايا أوتوماتيك لدرجة إن أنا مش مصنّف نَفْسي إن أنا شغّال في مجال معيّن، أمّا آجي مثلًا أعمل account LinkedIn أو أعمل CV أو resume فلأ بابذل مجهود كبير علشان أقدر أقول لنَفْسي قبل ما أقول للناس أنا باشتغل إيه، فهي الفكرة إن ده بقى جزء طبيعي تلقائي فيّا أنا باعمله، أعمله إزاي بقى؟ يعني أنا في حاجة آمنت بيها جدًا بعد تجربة و2 و3 إن ما فيش حاجة فعليًا اسمها career shift يعني بشكل كامل، يعني ممكن حد يقول لي طَب يعني لو محاسب في بنك ساب البنك واشتغل مُخرِج ده بشكل كامل، تمام، يعني في مجالين ما لهمش علاقة ببعض صحيح أو بُعاد عن بعض، بس هي الأساس إيه، إن أنا نفس الشخص بنفس المهارات، بنفس العقلية، بادخل الcareer التاني وباحس إن هي دي دايمًا المفتاح، يعني أنا النهارده شغّال مُدرِّس وعايز أبقى ماركتير مثلًا، ما ينفعش إن أنا أقول والله الماركتير بيشتغل إزاي أو إيه الskills اللي عنده، فأنا هاشتغل إن أنا أخلّي دي عندي، لأ، أنا إيه الskills اللي عندي، أنا باعرف أعمل إيه، وباعرف أعمله كويس إزاي، وإزاي أطوّع ده إن أنا أتعلّم الtechnical skills بتاعة الماركتير، يعني باحس إن أنت لازم تدخل أنت كأحمد بشخصيتك ومهاراتك في الcareer الجديد، ده حاجة هتوفّر لك وقت، هتدّيك دفعة قوية تحس إن أنت لأ، أنا ما رميتش كل حاجة وبابدأ من الأول، فأنا غرقان أو متعلّق في الهوا وباحاول أبني حاجة جديدة. يعني الcareer shift سِرّه بالنسبة لي أنا في التجارب اللي أنا عملتها من صحفي لكاتب مقال، لمحاضر بادّي كورسات، عندي شركة دعاية وإعلان، لdigital marketer كذا حاجة في بعض بعد كده، يعني رحلة متنوعة وكان فيهم أساس واحد دايمًا هو فكرة الكتابة أو التفكير الإبداعي يعني، هو ده اللي أنا قصدي عليه، إن ما ينفعش وأنت بتخرج من مجال لمجال تاني يبقى كل تفكيرك رايح على إن المجال الجديد ده الناس بتعمل فيه إيه، فأنا أعمل زيّهم، زي الناس اللي جوّه دول علشان أدخل معاهم، باحس ده أصعب حاجة أو أكتر حاجة هتصعّب الموضوع عليّا، يعني أنا أمّا جيت أشتغل digital marketing اشتغلت كصحفي، وده كان مسار سخرية بعض الأصدقاء يعني، إن لأ يا عم إحنا ما بنشتغلش كده، أنا كنت فاهم ده بس أنا مش هاعرف أتعلّم غير كده، يعني أنا هادخل زي ما أنا في المجال ده وواحدة واحدة هاكتسب المهارات بتاعته وهاشتغله بطريقتي بس أحقق النتايج بتاعته، هي حاجة معقدة شوية، إن أنا ما اسيبش كل اللي أنا بنيته وعملته بالكامل، ودي حاجة بتدّيك كمان جزء تميُّز لمّا تيجي تقعد مع حد وتتكلم معاه، فهو هيلاقي عندك أنت حاجة مختلفة غير المجال اللي أنت داخله ده، غير اللي ممكن يسمعه من أي حد تاني موجود. الفكرة بقى إن أنت تعرف تدّي الحاجات حقها وتوزنها، يعني إزاي هاذاكر أو آخد كورس أو أقرا أو أتعلم self study عن المجال ده، بس في نفس الوقت ما اهدرش مهاراتي أنا الشخصية. أنا واحد باعرف أعمل إيه؟ ده السؤال اللي أنا دايمًا أسأله لنفسي. أنا راجل hard worker جدًا، عندي قدرة على التركيز، عندي قدرة على فَك وتركيب الأفكار والمواقف والأشياء. يعني كام مهارة كده أنا متأكد منهم ومتمكن منهم، فخلاص لمّا آجي أشتغل digital marketing فأنا إيه أنسب حاجة في المجال ده إن أنا أعمل strategy مثلًا، أعرف أعمل ده كويس علشان أنا عندي المهارات دي، مش إن أنا مثلًا أعمل إعلانات أو إن أنا أشتغل designer
يعني الحاجات دي ممكن أتعلمها بس هاتعلمها زي ما الناس التانية الموجودة في المجال ده بتشتغل، لكن لما أجي أبدأ حاجة فأنا هابدأها بطريقتي. لما جيت أمسك فريق تسويق في outdoors فبرضه اشتغلته بدماغ المحاضر اللي بيبيع فكرة لطلبة قاعدين بياخدوا كورس معاه، فأنا برضه بنفس الفكرة هبيع إعلانات الشوارع دي للعملاء بتوعي بنفس إن أنا دي أكنها فكرة هقنعه يشتري مني فكرة، والفكرة دي هي عبارة عن إنه ليه يحط الإعلان بتاعه هنا. ما جيتش أقول والله هم الناس السيلز أو اللي عندهم تيم ماركتينج بيشتغلوا إزاي. دي حاجة بتصعب عليك الموضوع جدا، وعشان كده بظن يعني إن في ناس بتعمل شيفت كارير شهر 2 3 سنة وبعد كده ما بيقدروش يكملوا، فده بيخليهم يخافوا بعد كده يجربوا. لكن فعليا أنا ما فيش كارير دخلته إلا لما حققت فيه قدر من النجاح أنا كنت دايما راضي عنه حتى لو سبته بعد كده بالمناسبة. لكن أنا دخلته أنا زي ما أنا بشخصيتي بمهاراتي باللي بعرف أعمله. فمهم أذاكر، مهم أعرف، مهم أشوف المجال ده ماشي إزاي، إيه الحاجات اللي التكنيكال تحديدا اللي بتتطلبها، لكن السوفت سكيلز بتاعته هي بتاعتي أنا بلعبها إزاي. ده السؤال المهم. وده طبعا بيدخلنا على حاجة تانية يمكن أعقد شوية من كل الكلام ده، هو إن أنا أصلا أكون عارف نفسي، عارف مهارات، عارف أنا متميز في إيه. بتهيألي دي حاجة ممكن تكون أصعب كتير بقى من فكرة إن أنت تغير الكارير بتاعك في العموم. لكن أنت لو عارف ده وقادر تمسكه كويس هتعرف تعمل شيفت كارير بسهولة، أو أسهل من الطبيعي. هو مش بسهولة طبعا، في ستريس وفي مخاوف وأفكار. هل أنا أصلا اختياري صح؟ هل اللي أنا رايح له ده هحبه لو أنت اللي بيحركك يعني الشغف والحب والكلام ده؟ ولا هل وأنا ببدأ هاخد طبعا مرتب قليل أو مقابل مادي قليل لو أنت فريلانسر مثلا، فهل أنا أقدر أستحمل ده قد إيه لحد ما الدخل بتاعي يزيد؟ يعني كل دي أسئلة منفصلة شوية عن اللي أنا باتكلم فيه، إن إزاي أصلًا أقدر أتمكن من الشغلانة دي وأقول إن أنا باشتغلها. دايمًا كنت باشوف وباعمل ده ولا مرّة خاب معايا إن أنا بادخل كل career وأنا نفس الشخص، أنا نفس المهارات بتاعتي، نفس التفكير، نفس الطريقة. حتى ده لو هيخلّيني غريب شوية في الأول، بس في الآخر النتايج كانت بتبقى مرضية جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للي حواليّا. فما ترميش اللي أنت عملته، ما ترميش مهاراتك، ما ترميش تاريخك علشان تبدأ shift career في حاجة جديدة مهما كان يبان لك إن الموضوع بعيد عن بعضه أو مختلف عن بعض. أنا دخلت الصحافة وأنا أصلًا كنت سيناريست هاوي، يعني دي كتابة إبداعية وشخصيات وتأليف الصحافة المعلومة الخبر، بس في الآخر برضه دخلتها بنفس فكرة الراجل اللي بيدوّر على الدراما، عن الشخصيات، تفاصيل البشر وحكاياتهم. فعرفت من day one إن أنا أتميز في career الصحافة، أقدر أعمل حاجة مختلفة عن كل اللي كانوا بادئين معايا. وخلال ال17 سنة بقى دول نفس الكلام بنفس التفاصيل بتتكرر. أنا مين، أنا باعرف أعمل إيه، وأشوف إزاي أطبّق ده وأدخل بيه الcareer الجديد، ودايمًا النتايج كانت بتبقى كويسة. فأعتقد يعني لو حد عايز يعمل ده ممكن يفكر فيه ويجربه ويدعي لي.